السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهارده الزبده الفلاحي. تعالوا اقولك ازاي تحولي القشطه لزبده فلاحي. طبعا انتي مثلا بتجمعي القشطه من وش اللبن، او انك بتروبي اللبن وبتاخدي وش اللبن من عليه بتجمعي حبه حلوين وتحطيهم في الفريزر. انا هنا كنت جمعت كيلو قشطه وضربتهم في العجان. لو عندك عجان هيبقى موفر ليكي كتير جدا طبعا، لان هو بياخد ضرب كتير قوي. لو ما عندكيش عجان يبقى بالمضرب الكهربائي هياخد معاكي حوالي في المضرب الكهربائي نص ساعه ضرب، ما تقلقيش. افضلي اضربي على طول لحد ما الشرش بتاعه ينزل زي ما انتم شايفين كده. هو هنا فضلت اضرب فيه حوالي 5 دقايق في العجان لحد ما فصل القشطه فصلت وكونت زبده ونزل منها الشرش. انا هنا خدت حته وهكورها بايدي. انت عايزاها كور مدوره زي ما انت عايزه على حسب التشكيله اللي انت عايزاها. بكورها بايدي، وبعد كده بجيب ميه ساقعه في حله او في طاجن او في اي حاجه، واحط فيها الزبده زياده تاكيد بس مش اكتر، علشان لو الزبده لسه فيها لبن ينزل منها في الميه الساقعه دي. ميه ساقعه مثلا او ميه من الحنفيه عادي. وانا بطلعها برضو هفضل اضغط عليها علشان اتاكد ان مفيش فيها لا ميه ولا لبن. وطبعا بحطها بطلعها من الميه وبحطها في مصفى عشان لو فيها ميه تتصفى براحتها برضو. كل خطوه بعمل شايفين هي هنا كانت فيها طبعا لبن، فالخطوه دي خطوه اساسيه. وتأكدي واضغطي عليها زي ما انا بعمل كده، بضغط عليها كويس علشان يعني ينزل منها بواقي الميه. انا هنا كيلو القشطه عمل لي كيلو الا ربع زبده، يعني عملوا كميه حلوه جدا. طبعا القشطه غليت والزبده غليت. انا هنا كنت مجمعه اصلا القشطه من الجبنه اللي انا كنت عاملاها. كنت بعمل جبنه قريش، فكنت باخد القشطه بتاعتها وجمعتهم لحد ما بقى عملوا عندي حوالي كيلو، وقلت اما اعملهم زبده بقى. بتأكد وبفضل ضغط عليها وبتأكد. هنا كنت خلصتها خلاص. لو عايزة تسيحيها حطيها على النار. انما لو مش عايزة تسيحيها وعايزة تستخدميها كده براحتك. انا بحب استخدمها كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وشير عشان تتابع كل جديد.